السلام على الجميع. الا كانت كتبقى لك الفلفله في الثلاجه وما كتعرفي ما توجدي بها، فاليوم غنقترح عليك واحد الاكله او مقبله اللي كتجي واعره لذيذه بزاف وضروري خاصكم تجربوها. دوزوا المقادير وطريقه التحضير. فاولا كناخذ الفلفله ديالي اللي كنغسلها مزيان مزيان، من بعد كناخذها وكنشويها في البوطه اولا كنشويها في الفران. المهم انا كتعجبني هكايا في البوطه. كناخذها كنديرها في بلاستيكه اولا في البواطه كتعرق لينا. كناخذها كنقيها من الزريعه وديك الجلده اللي كتكون فيها من الداخل. صافي من بعد كناخذها وكنقطعها على شكل طونج بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا. صافي ومن بعد ما كنقطعها كناخذ مقله ديالي اللي كندير فيها ربع كاس ديال زيت الزيتون، وكندير فيها الثومه اللي حكيتها، الثومه كنديرها بالزيت كتواتى معاه وما كنخليهاش حتى تحرق لينا. المهم غير كتشحر. كنزيد الفلفله وكنزيد شويه ديال القزبور، كنزيد واحد المعلقه ديال الكمون كيجي معاه، وكنزيد ايضا القزبور مطحون معلقه. وصافي انا هنا زدت شويه ديال زيت الزيتون مره ثانيه، ودرت شويه ديال الملحه وزدت شويه ديال القزبور. خليتها حتى تشحر مزيان بحال هذا الشكل. كنحرك فيها كنديها وكنجيبها كتجي لي على هذا الشكل وكنقدمها كتجي رائعه بصحه.